هو ليه احنا بقينا نخاف من الفرحه؟ ليه الواحد مننا لما بيجي يضحك كده من قلبه وسط قعده حلوه يبص حواليه كده فجاه ومخه يفرمل ويقول اللهم اجعله خير، ربنا يستر من الضحك ده. خير ان شاء الله خير. وليه في المقابل بقينا نحس بالامان الوهمي لما نقعد نشتكي ونتمسكن كده قدام الناس وكأن النكد هو درع وستار اللي بيحمينا من عيونهم؟ هو احنا الفجر ركبنا من قليل؟ الحكايه دي مش مجرد حرص ولا هي بس مجرد ايمان بالحسد، دي وراها سيكولوجيه وتاريخ قديم جدا اتزرع جوه حارات وبيوت مصريه قديمه وتحول مع الوقت لكتالوج اجتماعي بنورثه الاجيال من غير ما بنفكر. لو رجعنا بالزمن لورا وتحديدا في حارات القاهره القديمه ايام المماليك والعثمانيين هتكتشف ان حياه الناس زمان كانت قايمه على الزحمه والبيوت المفتوحه على بعضيها، الكل شايف الكل والكل عارف تفاصيل حله الطبيخ اللي على البوتاجاز اللي عند جاره. ومع الظروف الاقتصادية الصعبة والضرائب اللي كانت بتتفرض من السلطة ساعتها اتولد عند الناس غريزة البقاء. الواحد كان يخاف يبان عليه النعمة يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمن هايص. لأنها لو بانت يا إما السلطة تيجي تاخدها منه بالضرايب يا إما جاره الغلبان هيبص له بنظرة حسد. يا كبير عين عليك باردة اليومين دول، صحتك زينة وشك هيبق منه الدم بطيء. ومن هنا اتولدت الجملة الشهيرة اللي لسه عايشة لحد النهاردة، داري على شمعتك تجيد. وبدأوا الأمهات والجدات يربوا الأولاد على لغة المسكنة. تلاقي ست من دول بيتها مستور ومفيهوش غلطة، بس لو جارتها دخلت عليها تقعد تتوجع وتشتكي من قلة الفلوس ومن غلبة العيال. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الأرض والمكتوب على الورق، قادر يا كريم. الموضوع ده مع مرور السنين يتحول من حيلة لحماية الرزق لإدمان. المخ هنا لقط فكرة مرعبة إن الشكوى والنكد بيجيبوا عطف وأمان. الدنيا بايظه، الدنيا خربانه، انتوا مش عارفين حاجه، انتوا عايشين مماتم مخلل. وان الفرح والانبساط بيجيبوا قلق ومخاطره، فبدا البني ادم يبرمج نفسه تلقائيا انه يستسهل الشكوى. وتسال واحد تقول له عامل ايه في شغلك يقول لك طحن وتعبان والمدير مبهدلني. هتضغي؟ عالدغري. انا تعبان. مع انه لسه واخد ترجع او علاوه. تسال يقول له طب صحتك عامله ايه يقول لك والله ركب مخلع وظهري جافش. يا عمود يا فقر. مع انه لسه راجع من الجيم حالا. الكارثه ان السلوك ده بقى لما اتنقل لعصر السوشيال ميديا اترجم لحاله انفصام مرعبه. بقينا نشوف نوعين من الناس اونلاين، ناس مقضيه استعراض ومناظر كدابه المجتمع ده عشان بس يثبتوا قيمتهم، وقصادهم من الناحيه الثانيه ناس مقضيها بوستات نكد وادعيه عن العين والحسد والناس اللي ما بترحمش. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يخرب بيت عينك. شركات ومنصات الماركتينج لقطوا الخوف ده وبداوا يبيعوا للناس الامان الوهمي في علب. يا حلاوه. من اول الخرز الزرقاء والاكسسوار اللي على شكل عين الحسود لحد صفحات الطاقه والابراج اللي طول الوقت بتقول لك انت محسود عشان كده حياتك واقفه. يا ساتر يا رب، سلام قولا من رب رحيم. الخلطه دي لما بتدخل الدماغ بتدمر اجمل حاجه في الانسان وهي الرضا والامتنان لله سبحانه وتعالى. الواحد بقى خايف يشكر ربنا بصوت عالي عشان ما حدش يسمعه، وبقى حتى خايف يستمتع باللحظه الحلوه مع شريك حياته او مع اهله، لان بقى عقلك الباطن مستني المصيبه اللي هتيجي بعد اللحظه دي فورا. مستني اعرف الخازوق فين. الثمن هنا بقى غالي جدا، بقينا ندفعه من سلامتنا النفسيه. بقينا جيل عايش في حاله طوارئ دفاعيه ضد عدو مجهول، وبقينا حتى نستخسر في نفسنا نعيش يوم واحد حلو. الحسد حقيقي انا معاكم ومحدش يقدر ينكره، والتحصين والبركه منه مطلوبين اكيد، بس في شعر ما بين الحرص والخوف اللي بيشل الحياه. الوعي باصل العاده دي وازاي اتولدت في الحارات القديمه هي اول خطوه تخليك تفرمل ونرجع نحترم النعمه بالحمد وبالمن لله سبحانه وتعالى، مش بالخوف من الحسد. الرزق مش عباره عن كيكه صغيره لو جارك خد منها حته كده هتخلص، الرزق واسع وما بيخلصش. والفرحه مش ذنب انت تتعاقب عليها، الفرحه هي الطاقه الوحيده اللي بتخلينا نستحمل رحله الحياه الصعبه. لازم نرجع تاني نملك الشجاعه ان احنا نكون مبسوطين ونبطل نشتكي عشان نرضي عيون الناس. صحتنا وايامنا اللي بتعدي هي البيوت الحقيقيه، وما ينفعش نسلم مفاتيح البيوت دي لخوف قديم ورثناه من مئات السنين واتحبسنا جواه. وفي النهايه يا صديقي ما تنساش الاشتراك واللايك وسيب لنا كومنت. سلام.